جميع فقهاء في أمر دينهم، ولكن تقسيم العلوم إلى دينية ودنيوية خرج أجيالا لا تسبح الله ولا تنسب الفضل إليه. أما موضوع حفلنا الثاني فهو افتتاح مصلى مدرسة عكا الثانوية للبنات، والذي جاء بتبرع سخي من أبناء المرحومة عائشة لبد وبدعم من المجتمع المحلي ومديرية في مدينة خان يونس، وتعاون من وزارة الأوقاف ممثلة بالإدارة العامة للزكاة ووزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرية التربية والتعليم بخان يونس، حيث يعتبر هذا المصلى استكمالا لمسيرة بناء المصليات المدرسية التي انطلقت بها مديرية التربية والتعليم بخان يونس مع انطلاقة عام التعليم الفلسطيني بتوجيهات رشيدة ودعم كبير من معالي وزير التربية والتعليم دكتور أسامة المزيني وإخوانه في الوزارة، بما للمصلى المدرسية من دور في تهذيب نفوس طلابنا وطالباتنا وعودتهم للقرآن والسنة والعقيدة الصحيحة الخالية من الانحرافات ليكونوا أبطالا يعيدون للأمة مجدها وكرامتها. الحضور الكرام، لا يذكر الله من لا يذكر الناس، لذا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم ممثلة في معالي وزير التربية والتعليم على دعمه للتعليم الشرعي وتفضله بتكريم المتفوقين الملتحقين به ودعمه وتشجيعه لبناء المصليات في المدارس والمديريات. كما أشكر أبناء المرحومة عائشة لبد الذين قدموا الدعم المالي، وأشكر كل من ساهم بالدعم المادي أو بالجهد في بناء هذا المصلى من المجتمع المحلي، وكل من قدم يد العون والمساعدة للمدرسة، وجعل الله أعمال الخير هذه في ميزان حسناته. والشكر موصول للأستاذ إبراهيم درويش مدير عام الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف على ما بذله من جهد لإتمام هذا العمل، ولأسرة مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وللنائب الإداري الأستاذ حسين أبو شمالة ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين لتقديمهم المساعدة للمدرسة. كما أشكر مديرتي مدرسة عكا الثانوية ألف ودال على جهودهما في إتمام هذا العمل، ولا يفوتني أن أشكر الأستاذة حنان الحدود مديرة مدرسة عكا الثانوية السابقة، لأنها هي التي بدأت المشروع وبذلت جهدا كبيرا ليرى المصلى النور، متمنية لها الشفاء وعودتها سالمة بعد رحلة علاجها. كما أشكر المعلمين والمعلمات وأثمن عطاءهم وأتمنى عليهم وخاصة معلمات التربية الإسلامية تفعيل دور المصلى وتوظيفه بما ينفع الإسلام والمسلمين ويعلي كلمة الحق والدين وبما يخدم المسيرة التعليمية. كما أوصي بناتنا الطالبات بإعمار هذا المصلى بإقامة الصلاة فيه وقراءة القرآن والمحافظة عليه. وأوصي أيضا طلابنا وطالباتنا بالفرع الشرعي بأن يقدروا التعليم الشرعي حق قدره ويفتخروا بالتحاقهم به. وختاما نسأل الله تعالى الهداية لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.